الإنسان بطبعه لما بيشوف إن هو بيشتري خاطر الناس وبيقدم لفلان وفلان 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 حاجات ومحدش بيشتري خاطره ولا حد بيقدره ولا حد بيفكر هو زعلان من إيه ولا فرحان من إيه ولا إيه اللي بيضايقه ولا إيه اللي بيبسطه، بتلاقيه بيتحول لشخص تاني تماما. بتلاقيه بدأ يقسى، بدأ يتحول من إنسان كان شايف خاطرك وبيراعي مشاعرك لإنسان تاني مش شايفك ولا شايف خاطرك ولا شايف مشاعرك ولا فارق معاه حاجة غير إنه يطلع من العلاقة بتاعتك بينك وبينه بأسرع وقت وبأسهل طريقة. ليه؟ لأنك اديت له عدم تقدير، اديت له عدم ثقة بالنفس، اديت له مشاعر سلبية وهو كان بيديلك كل المشاعر الإيجابية اللي ممكن تتخيلها في حياتك. لازم تفهم إنك زي ما بتقدم المفروض يتقدم لك، زي ما بتدي واحدة المفروض برضو تاخد واحدة. الحياة خد وهات زي ما الناس بتقول. هتلاقيه بدأ يتحول من شخص بيحب نفسه جدا بعد ما كان بيحبك انت وبيفضلك انت اكتر شخص. ليه؟ لانك مش شايف ولا مقدر اللي كان بيعمله معاك. ده كله بيحصل مع الوقت من خلال إهمال مشاعر بعض، لأنه باختصار هيكتشف إن أنت ما تستحقش ولا لحظة من اللي كان بيقضيها عشانك، وهيكتشف إن نفسه وروحه وحياته هو أغلى بكتير من اللي هو كان بيقدمه لك ومن اللي هو كان بيعمله عشانك. اكتشف حقيقة الموقف واكتشف إن هو نفسه على نفسه مهمة زي ما هو أنت كنت عنده من أهم الحاجات ومن أهم الحاجات اللي كانت بتميز حياته كلها. غير مبادئه، وعلى فكرة ده طبيعي جدا وده بيحصل جدا من إهمالك في الشخص اللي كان بيهتم بيه. ونصيحة مني، اوعى تروح تسأله هو انت ليه اتغيرت كده، لانك هتسمع بودانك كلام عمرك ما سمعته في حياتك. لو عجبك المحتوى دوس لايك وشير عشان تدعمني. سلام.